في مباراة القمة ديال الدور الربع النهائي دوري أبطال أوروبا غادي يتلاقى ريال مدريد ومانشستر سيتي اللي هاد الفريقان هما متتوجان بكأس دوري أبطال أوروبا في عام 2022 ريال مدريد ومانشستر سيتي عام 2023. الحاجة المشتركة في هاد الكون هو الفريق الأقرب باش يتأهل دور النصف النهائي. نبداو بريال مدريد اللي في هاد العام عنده واحد المجموعة خيالية بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللي قدر يدير واحد الخطة اللي يستغل فيها كاع اللاعبين اللي عنده ويحطهم في أحسن المراكز ديالهم اللي كتكون في أغلب المباريات اللي خاضهم كام 10 ويستغل قدراته الهجومية. وما عندوش مهاجم صريح بعد انتقال كريم بنزيما، كيعتمد على فينيسيوس ورودريغو جوج مهاجمين اللي كينسجموا مع بعضياتهم. كيعتمد لقوة الفريق ريال مدريد في مركز وسط الميدان بحيث هاد العام فتوني كروس حاليا كيقدم أفضل مستوى مع ريال مدريد في آخر 3 سنوات. فهاد العام النجم الأول ديال ريال مدريد والمرشح الأقوى فوز البالون دور هو بيلينغهام اللي حاليا يقدم مستوى خيالي مع ريال مدريد اللي هو معمرو مادة دوري أبطال أوروبا وموتيفي أكثر باش يديها هاد العام مع ريال مدريد. وزيد عليهم براهيم دياز اللي كيقدم إضافة كبيرة في مراكز الهجوم. ودابا نمشيو لمانشستر سيتي الفريق المتوج باخر نسخه دوري ابطال اوروبا. كنسمع بزاف ديال الاخبار والصحف الاعلاميه كيقولوا ان مانشستر سيتي ضعيف من مانشستر سيتي ديال العام اللي فات. فراه النقاط اللي جمعات مانشستر سيتي في البريمير ليغ هذا العام اكثر من النقاط اللي جمعات السيتي في البريمير ليغ العام اللي فات. فراه هاد العام الارسنال وليفربول كيقدموا واحد السيزون خياليه. في الحاجه اللي غتضعف السيتي امام ريال مدريد هي الاصابات اللي غادي تكون عند النادي الازرق. فاكي ووالكر وكفارديول ما غاديش يكونوا في مباراة ريال مدريد واللي هاد الاسماء كتعتبروا من الركائز الاساسيه للنادي مانشستر سيتي واللي غادي يكونوا عندهم تاثير كبير في الغياب ديالهم بحيث اغلب اللاعبين السيتي كيقدموا واحد السيزون خياليه كفيل فودين اللي كنعتبره انا افضل لاعب هذا العام وما واخدش حقه من الصحف الاعلاميه، ورودري وكيفن دي برون اللي حاليا كيقدموا مستوى رائع مع نادي والمستوى ديالهم ثابت. وكتبقى علامه استفهام هي تراجع مستوى ايرلينغ هالاند واللي حاليا كيقدم واحد السيزون ناقصه مقارنه بالعام اللي فات. فراه في هاد الوقيته العام اللي فات كان مسجل 26 هدف وفي هاد العام مسجل 18 هدف.